حتى الكروكي قال لكم انا واش خاصني نتبدل شويه ونتحلب يولي اسمي كروكي بابلز بزاف شباب وبريستيج. تبعوني نوريكم كيفاش خدمته وزيد ساهل. الحاجه الاولى نحتاجو 3 حبات بيض مع كاس ماشي معمر بزاف سكر وكاس نصو مارغرين دايبه ونصو زيت، الرشه تاع الملح ولافاني ضربوهم بالباتور ولا بالبيتخا يولي القوام هكا. من بعد نزيدو الفارينه و3 ملاعق كبار لا مايزينا وكيس خميره الحلويات تاع 10 غرام. غربلوهم باش يجيكم مهوي. دوكا نخلطوهم غير هكذا باسكو نسحق القوام يكون خفيف باش نقسموه على زوج. نقسموه على زوج. ندير الكميه الاولى فيها كاكاو بني مع شويه فارينه ونعجنها نطمها بيدي، والكميه الثانيه نزيد لها غير الفارينه ونطمها بيدي. هكذا نتحصلوا على زوج عجينات وما تنشفوش ويتيبسوا العجينه بزاف، لازم تكون طريه شويه. العجينه البيضاء قسمتها الى كويرات ما يكونوش كبار يكونوا صغار شويه، والكحله تاع الشوكولا حليتها هكذايا رقيقه في بابي كبيسون وسقمت لها الاطراف. نجيبوا هذيك البيضه اللي كنا كورناها نديروها حربوش طويل ونحطوها فوق الشوكولا هذه ونلويوها وما تدوروش بزاف عليها، يعني زوج برك وما تخافوش ولا غير تمتم تكملوا عندكم واعره ولا نعرفكم. هنايا كيفاش نديروا الطبقات، نديروا 3 حرابش مع الطبقه الدوزيام نديروا زوج برك والطبقه التروازيام نديروا وحده هكذا باش تجينا هرم. زيدوا سقموها بيدكم وطيبوها فرن مسخن من قبل على 180 درجه، خلوها طيب مليح باش طيب لكم من الداخل. ودوكا نحتاجوا باتا غلاسي التاج بذوق البندق وشويه بالسوداء. درت حوالي 50 غرام سوداء و70 غرام بالبندق، ذوبتهم فوق حمام مائي. درت لهم شويه مكسرات تحبوا ديروا تحبوا لا كي يبرد الكروكي اغلاصيوها وكي تجمد الشوكولا اقسموها واستمتعوا لي بالبنه. جربوا الوصفه. سلم.